تعرفون جميعا ما تعيشه المنطقة من تحولات سياسية. دستور جديد في المغرب 2011، في تونس تحولات لا نزال نعيش تفاصيلها إلى الآن. بقية الدول المغاربية تعيش تحولات مشابهة أو هي مقبلة على تحولات من وجهة نظر تاريخية بحتة، من وجهة نظر توقعات. هناك تحولات في كل هذه المنطقة. من هنا يمكن أن يكون ذلك بابا للمجتمعات المدنية، للأحزاب، سواء تلك الأحزاب التي في السلطة أو في المعارضة، من أجل صياغة أشكال جديدة للاندماج والتقدم، من أجل الاندماج. عندما تخف وقت سيطرة الدولة على كل المسالك وكل الفضاءات وتترك للمجتمعات المدنية فرصة الالتقاء والتعاون، أعتقد أن مسألة الوحدة المغاربية تصبح مسألة ملموسة ومسألة لا نحتاج فيها إلى هياكل رسمية، ولا تصبح عملية واقعية. الجيل الذي يدير شؤون الدولة الآن هو جيل يعتبر جيل جديد نسبيا، أي أنه ما زالت بقايا الجيل السابق من 80 سنة فما فوق، ولكن معظم الجيل السياسي الراهن هو جيل جديد، هو جيل نشأ في النظام الحقوقي وفي النظام في إطار الأحزاب المعارضة وفي إطار المجتمع المدني. وبالفعل نحن نعيش في تونس منذ 3 سنوات تجربة جديدة. هذه التجربة يعني التي كانت آخر مراحلها وآخر تظاهراتها هو التصويت عن الدستور الجديد منذ بضعة أيام، يوم 26 جانفي. يوم 26 جانفي في ذكرى أحداث 26 جانفي 1978، أو ما يسمى بالخميس الأسود آنذاك، عندما أطلقت قوات الجيش والشرطة النار على النقابين، وسقط آنذاك مئات الشهداء في صراع بين الدولة الاستبدادية وبين المجتمع المدني المنظم في إدارة الاتحاد العام التونسي للشرطة. ثم أصدرت الانتخابات عن نتائج، وهذه النتائج أظهرت تحالفا حكوميا، وهذا جديد في بلداننا، تحالف ما يسمى بالترويكا، 3 أحزاب: حزب إسلامي أو حركة النهضة مع حزبين علمانيين إذا كان جاز التعبير. وكانت هذه أول تجربة حكم يشترك فيها الإسلاميون والعلمانيون، والتونسيون تلافوا حقيقة ما وقع في أمثلة أخرى وفي نماذج أخرى مثل نموذج مصر، وما أدى إليه الاصطدام وانقسام المجتمع في مصر بين شقين متصارعين متباينين. وكان من أهم إنجازات هذه الفترة أيضا أن حكومة لا تزال تحظى بالأغلبية المريحة في المجلس الوطني التأسيسي تقرر التخلي عن الحكم والخروج من الحكومة وتسليم البلاد إلى حكومة ديمقراطية. هذا الدستور حقق حوله نسبة إجماع ندر حدوثها أو ندر تحقيقها في الأنظمة الديمقراطية. عندما تنظرون إلى ما وقع في الاستفتاء على ما يسمى بالدستور المصري حوالي 99%، هذا طبيعي لأن هذه النسب معقولة ونحن نعرفها في تونس قبل الثورة. نعرف أن هذه النسب عندما تصل الأمور إلى 99%، هذا الأمر يتعلق بنزحة ديمقراطية وليس بديمقراطية أو بمسخرة ديمقراطية. في تونس حصل هذا الدستور على 93% من أصوات نواب المجلس الوطني التأسيسي، وهذا الدستور حقق حوله نوعا من الإجماع الوطني. وتونس تعيش حقيقة احتفالات منذ اليوم الذي وقعت فيه المصادقة على الدستور.